لو رسالة مزدوجة موجهة للشعب ورسالة موجهة للحكومة تقول لحضرتك ايه؟ أبدأ بالرسالة الموجهة للحكومة. يعني أنا مش عارف أصلا تم اختياركم على أي أساس. أنتوا حكومة معينة، بدون أي مواصفات حتى نعرفها تم اختياركم على أساسها. تقريبا حكومة محلب اللي اتقال عليها إن هي حكومة فشلت وفيها اتكررت مرة تانية في الحكومة التانية بتاعت شريف إسماعيل. وبالتالي انا لا اثق فيكم بمنتهى الوضوح، ولا اثق في ان انتوا هتطلعوا مخرج مختلف على الوضع الحالي. بالنسبه للشعب، الناس لازم تعرف ان الحكومه مش بتنفق علينا من اموالها الخاصه. دي اموالنا، واموالنا احنا لازم نراقبها ونعرف هي بتنفق فين، ولازم ناخد على ايد الفاسد وعلى ايد اللي بيهدر اموال الناس. لان في النهايه دول موظفين عندنا، من اول رئيس جمهوريه لحد اصغر موظف، دول موظفين عندنا بيشتغلوا من فلوسنا، بيقبضوا مرتباتهم من دخولنا. وبالتالي لازم الناس تضغط في ان هي تاخد حقوقها وتعرف اموالها بتروح